السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم مطبخ الامور. هنعمل النهارده الطحينه البيتي، جميله جدا، احسن وانضف من بره. يلا نشوف معانا ايه. معايا هنا كوبايه زيت نوع نضيف، كوبايه سمسم متحمص، وكوبايه دقيق وملح. اللي هعمله هطحن السمسم بتاعي، هطحن الكميه وهكمل بقيتها. هطحن دول وهكمل الباقي. كده خلاص طحنت السمسم طحن ناعم قوي. عايزاه طبعا يعني مطحون عن كده. هحط عليه حوالي معلقة زيت وهكمله. كده خلاص حبايبي طحنت السمسم. طبعا دي يعني نص الكمية، بوريكم بس شكلها. اللي هعمله هجيب الدقيق وحمصه برضو شوية على النار، مجرد بس تقلتين هطلع منه رطوبة. تمام كده. هجيب الخلاط بتاعي واحط بقى كله مع بعض. هحط الزيت والملح، حوالي نص معلقة ملح، وكوباية الدقيق اللي حمصناها على النار. طبعا الدقيق لما تقلبيه ما توصلوش ان هو ياخد لون، بس قلبيه بس. والسمسم مع الزيت اللي طحناه، حتى طبعا باقي الكمية في الخلاط. ونشوف شكلها في النهاية. ده شكلها في النهائي. طحينة جميلة جدا، طبعا لما بتتساب شوية بتتقل عن كده. ياريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناة الأمور عشان يوصلكوا كل جديد.